الله يسعد لي مساكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ منيح؟ يا رب تكونوا منيح. هلا فيديو اليوم راح يكون مختلف شوي، وراح يكون عباره عن سلسله، ما بعرف كم حلقه راح تكون، بس راح نحكي فيها ما وراء الكواليس. هلا بتعرفوا انه انا طلعت تسريبات كثير لغادة الاسد ولا غيرها وغيراتها، وفي شغلات ما طلعت، وفي قصص ما طلعت، وفي ناس ممكن عندها فضول تعرف شو كان يصير ما وراء الكواليس. لهيك نحن بدنا نعمل هي السلسله ونحكي فيها ما وراء الكواليس. راح نبلش باول حلقه بهي السلسله، واذا عجبتكم بنكمل السلسله لحلقات الثانيه والثالثه والرابعه لنشوف كم حلقه راح تساع هي الكواليس. طبعا لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب وتعطونا رايكم بهي السلسله، نكفي فيها ولا نوقف. خلينا نبدا بهي السلسله بام كامل. ومين منا ما بيعرف مين ام كامل؟ رفيق لطف. هلا رفيق لطف هو شبيح، بس فعلا شبيح يعني مش مجرد كلمه لواحد مؤيد للنظام السوري. هلا هو بيطلع بقول لك انا اعلامي وما حدا عم بشغلني وانا مجرد اعلامي وعم بشتغل مستقل. هذا الزلمه كذاب، هو شيء مش جديد اساسا، هو من يومه كذاب. وهذا الشبيح كان يحقق مع ناس معتقلين، مع ناس موقوفين، وانا اللي بعرفهم 4 اشخاص تم توقيفهم بتهمه انه هن عم بيسربوا لي اخبار، وهذا الكلام عار عن الصحه، مش صحيح ابدا. وكان يلي حقق معهم هو رفيق لطف نفسه، حتى هو ما بينكر هذا الشيء. يعني باحدى محادثاتي معه على واتساب واللي هي موجوده لليوم، انا حكيته انت باي حق بتحقق مع فلان؟ فكان جوابه لي بكل بساطه هذا من حقي، انا رفعت دعوه وشكوى. فحكيت له من قامت بسوريا اللي بيرفع دعوة أو شكوى هو اللي بيحقق مع الموقوف. فكانت ردة فعله بكل بساطة إنه ضحك. طبعا بدك تضحك، ما هي كانت أساسا سوريا مزرعة إلك ولبيت الأسد. واليوم بيطلع يقول لك أنا مجرد إعلامي، لا بقدم ولا بأخر. وبكل تحقيقاته وبكل اللي وقفوهن ما قدر رفيق لطف والأمن يعرف مين عم يسرب لي ولا قدر يسكتني. فقال لك نجيها من قصيرة، فاجى لعندي على الواتساب وهددني بالحرف وقال لي على جميع عائلة آل كاسب توجه إلى فرع الهواتف قريبا، قصده طبعا إلى فرع الأمن أو فرع المخابرات، بس مشان ما أكمش عليه وحدي يعني. فقلت له أنا بكل بساطة أنا إلي 13 سنة مسافر وما شفت حدا من بيت كاسب، ما شفت حدا من أهلي، فبالله عليك إذا زاروا فرع الهواتف إنك تسلم لي عليهم. طبعا أنا أكيد كنت خايف على أقربائي، على عائلتي، على أولاد عمي، بس كنت عم بحاول قدر الإمكان فرجيه إنه أنا مش فارقة معي. وعلى حالتين أنا ما كنت رح وقف، يعني هي بكل صراحة ووضوح أنا ما كنتش رح وقف على الحالتين، شو ما عملوا ما كنت رح وقف. فلاقى الموضوع ما جاب معه نتيجة، وانا ظليت بنفس التسريبات وبنفس الحدي. لا وكل يوم كنا نعلي السقف بتسريبات اكثر من هيك، لوصلنا لتسريبات من عقر داره. بعد يوم او يومين بالكثير بيلتقي الغالي لؤي الأطرش بابن عمه عضو مجلس الشعب حسن الأطرش باحدى مطاعم السويداء، وكان عم يتناقشوا انه كيف ممكن نعتقل حدا من اهله لماهر لنقدر نسكت ماهر. هلا للصراحة 90% هالتوقيت بالذات بعد يوم او 2 من تهديد رفيق لطف الي، كان لؤي الأطرش مبعوث من قبل رفيق لطف، لأنه يا صديقي هيك موضوع ما بينحكى بمكان عام، ما بينحكى بمطعم وقدام ناس بتشتغل بهالمطعم. انه اي نعم انا مش هالانسان كثير مشهور، بس يا اخي بالسويداء اذا بتقول ماهر كاسب كل الناس بتعرف مين ماهر كاسب، يعني سهل الخبر يوصل. فهو على ما اعتقد يا صديقي المشاهد كان متقصد انه يوصل هذا الخبر قدام حدا عم يشتغل بالمطعم ليوصل لي اياه الي انا، وافهم انا انه رسالة رفيق لطف الي لشوفها انا انه هي مش مزحة. لكن يا صديقي لؤي تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. الشاب ما تواصل معي الي، تواصل مع احدى الصفحات الاخبارية بالسويداء وانتشر تقرير عن هذا الموضوع. وطبعا اهلي وناسي بساحة الكرامة ما قصروا معي ورفعوا لفتات ماهر كاسب كلنا اهلك. وفي ناس تواصلت معي من فصائل، واذا انا محتاج شيء او اهلي محتاجين شيء، انه اذا جد هالموضوع كيف فينا نساعدك، كيف فينا نحميهم، وما قصروا كلياتهم قد كل غانمه، ومشكورين فعلا على وقفتكم الطيبه. وقت الصديق لؤي الأطرش حس بالسخن، فتواصل معي مباشرة وقال لي بالحرف والله يا ماهر انه هدول بدي يعملوا فتنه بيننا وبينكم، قصده كابناء السويداء المعارضين مع ابناء السويداء المؤيدين، او بالنسبه للؤي الشبيح. وانه والله العظيم انا صح كنت مع ابن عمي حسن بهذا المطعم وبنفس التوقيت، لكن عادي انا وابن عمي بنقعد بالمطاعم. يعني اعترف الزلمه انه كان بهذا المطعم وبهذا التوقيت، بس ما كان عم يحكي علي. فطالما كنت بالمطعم هذا وبنفس التوقيت فمعناته تكملت القصه صحيحه، واللي نقله هذا الشخص اللي بيشتغل بهذا المطعم هو شيء صحيح. طبعا رفيق لطف هون صار يلابط يمين وشمال، مش عارف شو بدي يعمل، وكان فعلا بحاله منتهي. يعني تسريب وثائق، صور جواز سفره، صورة الشهاده المزوره الجامعيه، تسجيل صوتي لاخته ام وائل، الله يسعد لي مساكي يا ام وائل. يعني للحقيقه كان شيء بيرفع الضغط. فبلش يلابط وبلش يوقف بهالناس، مين يشك فيه توقيف وتحقيق، وهو اللي حق.
بتذكر شخص من اللي توقفوا بالفرع بعد ما طلع بنفس اليوم اللي توقف فيه وما عليه شيء، واساسا كل اللي توقفوا ما عليهم شيء ومش هن اللي سربوا، قال لي بالحرف يا ماهر كمل عليه لانه الزلمه خالص راح يصير معه جلطه، فعلا جلطه راح يصير معه. ظل يضب ناس ويشيل ناس ويطلع ناس لحد ما وصل لوسيم مصور القصر الجمهوري. وسيم قبل ما يوقفوه كان في مفاوضات بينه وبينه انه اخي تعال بدي تسريبات على فلان وفلان وفلان، ومنهم رفيق لطف لانه كانت تربطه صداقه برفيق لطف وفلان وفلان وفلان. طبعا المصور هذا وسيم هو شبيح اساسا، ومثله مثل كل شبيحه الاسد ببيعوا امهم كرمال الليره. اختلفنا على السعر، طلب الزلمه بده رعبون حسن نيه انه انا جاد عن جد اشتري منه تسريبات، وقال لي بالحرف حسب ما سماها بدي فنجان قهوه، بدي فنجان قهوه كمصداقيه، وعطيته سعر الفنجان بس ما عجبه المبلغ، وقال لي انا هذول بيوم واحد بطلعه، مع انه المبلغ صدقا ما كان مبلغ صغير، بس شكله الزلمه بيشتغل بالبترول. ما علينا، وخلص التفاوض وفشل. فلما بلش رفيق لطف يضب شخص من هون وشخص من هون وشخص من هون ومرته، وصلت فيه يضب وائل نفسه ابن اخته، كان شاكك بوائل يكون هو عم يسرب لي، مع انه انا عملت له فضيحه لوائل بجلاجل، وبعد ما كان ساكر بجرمانه هرب من جرمانه، وبعدين هلا هرب على قطر، فوصل لعند وسيم وضب. طبعا انا بس انضب وسيم اجاني اتصال وقالوا لي يا ماهر وسيم انضب، يعني بساعه ما ضبوه في مين حكى معي وقال لي هذا زلمه انضب. فبعدها بساعه اتصل في وسيم، فانا عرفت اوتوماتيكيا انه زلمه انضب قبل بساعه، فاكيد هو وياهم بالفرع موجودين الشباب الطيبه وعم يتصلوا فيه. فانا سجلت المكالمه، والمكالمه كلها موجوده عندي لليوم محتفظ فيها. انما طحطات في عالم الشبيحه النبيحه مشكله يا صديقي. والانهف من هيك انه رفيق لطف والضابط الزلمه عم بيحكي معي وهن قاعدين حدي عم يسعلوا مش قادرين يضبوا السعلة تبعهم 5 دقائق، وكله يا مكامل موجود بالتسجيلات. وحكى لي وسيم بالحرف الواحد، طبعا هن مملين وشو يحكي، وقال لي يا ماهر انا خلاص مستعد اني اشتغل معك، قل لي شو بدك على رفيق لطف او شو بدك يا يحكي، وانا بطريقتي بخلي لك يا يحكي وبسجل لك المكالمه وبعطيك اياها. هون رفيق لطف كان عم بسجل المكالمه كمان، فبده يوصل لفكره انه انا وافق، فياخذ التسجيل وينزله على صفحته ويقول لهم هذا ماهر كاسب عم يدفع مصاري للناس ليزور شغلات عني ويطلعها، لانه انا كنت بساعتها عم بطلع شغلات حقيقيه من نص بيته، هيك كان بده ممسك علي انه انا عم بدفع مصاري ليجيب شغلات مش صحيحه مشان يبرر حاله بالشغلات الصحيحه. فقلت له انا بكل بساطه يا زلمه رفيق لطف بالذات بدوش تاليف، هذا اعطيني تاريخه بس وبكف، تاريخه اساسا كله وسخ، فنحن شو بدنا نتبلى اساس؟ واحد بتبلى انسان نظيف، رفيق لطف وسخ، تاريخه وسخ، اعطيني تاريخه او اعطيني اثباتات ما عنديش اياها عن تاريخه بيكفي. فقال لي مو مشكله بعدين بحكي معك، وهذا وجه الضيف. بعد فتره رفيق لطف شكله اجتز شيء بالمكالمه وحب انه هو يهددني فيه، ما بعرف اي فقره من الفقرات، فحكى معي وقال لي عندي تسجيلات خاصه لك وانت عم تعرض على ناس مصاري كرمال يعطوك شغلات عني مش حقيقيه ومش صحيحه ويحكوا علي. فقلت له يا رفيق لطف يا ام كامل كل بساطه انا بتمنى منك انك انت تعرض التسجيل تبعك اللي هو انا متاكد مخصوص مشان انا اطلع لك النسخه الكامله، ويا حمير ثاني مره ما عادش تسعله جنبه للزلمه هو عم يحكي معي. فعمل لي بلوك وقتها وما عادش حكى معي رفيق لطف. لا بعد بفتره شال البلوك. الله يسعد عينك ابن خالتي فايزي قلب. لهون بنوقف الحلقه الاولى من هي السلسله، ما بعرف اساسا السلسله رح تعجبكم ولا لا، او بدكم نكمل فيها او لا، لنكشف ما وراء الكواليس ونجي كيف الانسان وقفناه عند حد وكيف مين ساهم معنا اساسا كان له ايد بالموضوع او ساعد بمكان ما، طبعا اذا هن وافقوا عرض الاسماء. وفي حدا كثير ساعدني وقف معي كثير شغلات وكان له فضل كثير كبير علي، فضل كثير كبير على الجبل كله بالسويد او على سوريا بشكل عام، اللي هو للاسف مش موجود معنا اليوم، وكنا بنتمنى اساسا يكون معنا بالتحرير وبالنصر، اللي هو المرحوم ربيع نصر الله. ربيع كان له كثير بصمه حلوه، ساعد بكثير امور، واصغر هي الامور هي خالتي فايزي قلب. يعني كلمه خالتي فايزي قلب هي بمساعده الله يرحمك يا ربيع نصر الله، لانه هو كان موظف بالنفوس وهو طلع لي اخراج قيد لرفيق لطف باول بداياتي، انه انا جمع معلومات عن رفيق لطف. كانت بدايتي مع ربيع نصر الله اللي هو عرض انه يساعد، ووقت عرفنا انه هي النطفه رفيق لطف هو ابن فايزي قلب وعمي انور، وبلشنا من هون. فكان ربيع الله يرحمه كثير له الفضل علي، وكنا نتمنى انه ربيع يكون معنا اليوم. الله يرحمك يا ربيع. ولهون بكون خلصت الحلقه الاولى من هي السلسله، ما بعرف اذا رح اعمل سلسله ثانيه انتم بتقرروا، فمن هون لوقتها يضل خطرنا عندكم ويا عفو الله. طفي.